كان هناك بروتوكول أكثر من رائع مع الاتحاد العام، بين الاتحاد العام للمصريين في الخارج وصندوق تحيا مصر. الاتحاد العام للمصريين في الخارج اللي أسس سنة 1983 وأصبح ليه باع كبير جدا. ويمكن المهندس إسماعيل أحمد رئيس الاتحاد قال كلمة كانت عجبتني جدا، قال إحنا عزوة للمصريين والمصريين عزوة لينا. بسعدنا أن يكون معنا على الهاتف المهندس إسماعيل أحمد رئيس الاتحاد العام للمصريين المغتربين خارج مصر. مساء الخير يا باشمهندس واهلا بحضرتك معانا يا فندم. اهلا مساء النور يا فندم، ازي صحتك؟ ان شاء الله تكونوا بخير وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب، ويعني يا رب مصر بخير وفي احسن حال، ووجودكم انتوا داعم وسند كبير جدا للمصريين المغتربين خارج مصر. الحمد لله، وانتم كمان معانا طبعا اكيد، يعني في كل حته ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كان هناك بروتوكول تعاون ما بين الاتحاد العام للمصريين خارج مصر وبين صندوق تحيا مصر، ويمكن انا شفت يعني المسؤولين على الصندوق قالوا ان تحويلات المصريين اللي في الخارج اللي بلغت 2 مليار هي اللي مشغله معظم المشروعات الصغيره الموجوده، وده خبر طبعا حاجه اسعدتني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحقيقه احنا في يوم الاثنين اللي قبل الماضي تم توقيع بروتوكول مع صندوق تحيا مصر. طبعا عارفين صندوق تحيا مصر الحقيقه قايم بجهد من سنه 1914. تمام. جهد جبار قوي لخدمه اهالينا اللي موجوده الاولى بالرعايه في منطقه من اسوان لغايه مرسى مطروح. تمام. الحمد لله بفضل من عند الله سبحانه وتعالى، بصفه الاتحاد العام للمصريين في الخارج وهو الجهه الوحيده المنوطه بالتعامل مع المصريين في الخارج رسميا، تم توقيع البروتوكول لوضع اطار تنفيذي للاستفاده من مشاركات ومساهمات المصريين في الخارج لدعم المشروعات التنمويه التي ينفذها صندوق تحيا مصر في مختلف المجالات. تمام. عملنا ايه بقى؟ البروتوكول دوت كان خطوه جديده نحو تعزيز الشراكه مع كيانات العمل المجتمعي. تمام. ولا سيما ان سيتضمن الاستفاده من قدرات الاتحاد والمصريين في الخارج في تنظيم حملات دوريه في مختلف دول العالم للمشاركه في صندوق تحيا مصر من خلال القنوات الرسميه والشرعيه مع الاتحاد. تمام. ايه اهميه امين دي؟ اولا الشراكه دي هتعمل ايه؟ عشان احنا بس مش بنوقع بروتوكولات وخلاص وبس. لا، الشراكه دي هتسهم في التعريف بجهود الصندوق كمعاون لاجهزه الدوله في تنفيذ المشروعات التنمويه، وكذلك دعم الاسر الاولى بالرعايه. تمام. دي مهم ان احنا نعرفها ونعرف فيها المصريين في الخارج بالنقطه دي بالذات. تمام. وبالتالي نجد ان البروتوكول هينظم عمليات التبرع لحساب الصندوق اللي هو 037 تمام. لمختلف العملات الموجوده في جميع دول العالم المصريين. يعني اعملوا لنا حساب ارقام حسابات كل دوله بالعمله بتاعتها. الاتحاد الاوروبي باليورو، الامريكا بالدولار، الجنيه الاسترليني بلندن، السعوديه بالريال، وهكذا، بحيث ان احنا نخفف على المواطن المصري في الخارج ان هو يخش على البنك ويديله كل المعلومات على طول وهو قاعد على الاونلاين. جميل، حلو قوي. هنلاقي ايه بقى في الحاله ديت؟ ان ابناء الوطن في الخارج كانوا طبعا، احنا حضرتك مؤكد معايا في الحته دي، كانوا وما زالوا داعمين للاقتصاد المصري طبعا. وان التعاون مع صندوق تحيا مصر سيسهم في زياده التدفقات النقديه بالشكل اللي يتناسب مع حجم الجاليات المصريه في الخارج اللي هو بيصل حوالي ال 12 مليون مصري مقيم في مختلف دول العالم. تمام يا فندم. طب نعمل ايه بقى؟ ايه الاتحاد هيعمل ايه؟ الاتحاد طبعا هيقوم بتنظيم عملياته من خلال الافرع اللي موجوده في جميع العالم. وانت عارف ان احنا الحمد لله الاتحاد عندنا منظم ليه افرع في جميع انحاء العالم. مظبوط. في الاردن، في امريكا، في كندا، في استراليا، في المانيا، في النمسا، في كل حال العالم لينا افرع. عن طريق الاتصال من المكتب الرئيسي في مصر بالاخوه الاعزاء والاصدقاء اللي هم رؤساء الاتحادات الفرعيه، بنقدر ان احنا ننشط هذه العمليه
دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه هنعمل زيارات ميدانيه ان شاء الله، هنبداها بالسعوديه، وفي عندنا على طول بعد العيد على طول رحله لاوروبا هنلف فيها حوالي 5 6 دول، اعتبارا ابتداء من ايطاليا لسويسرا لفرنسا لالمانيا للنمسا. تمام. دي نقطه. النقطه الثانيه ان شاء الله برضه بنرتب رحله بعد اعتقد بعديها على طول ان شاء الله يكون في امريكا. طب عايزين نعرف بقى الصندوق ده بيعمل ايه؟ الصندوق دوت ايه تاريخ الصندوق يحيى مصر الحقيقه اللي هو بيشتغل في الخفاء وكان ليه اثر كبير قوي في المشروعات التنمويه لمصر. تمام. وانا حضرتك ان من يوم منشأ هذا الصندوق وهو عمل مشروعات بتقدر بحوالي 22 مليار جنيه. تمام. في ايه؟ حطهم فين؟ حطهم في مجالات التنميه العمرانيه والرعايه الصحيه والحمايه الاجتماعيه والتنميه الاجتماعيه، وفي التعليم وفي التدريب ومواجهه الكوارث والازمات، فضلا على انه سجل رقم 6 ارقام قياسيه في موسوعه جينيس العالميه باكبر قافلتين للعمل الخيري في العالم خدمت اكثر من 10 ملايين مواطن مصري. بالظبط فعلا. بعد كده بعد الحاجات دي كلها هل احنا مصريين في الخارج بقى ما نقفش جنب بلدنا؟ لا طبعا. جنب بلدنا. ما نقفش ظهير للقياده السياسيه؟ لا نقف جنب ظهير القياده السياسيه. احنا مصريين في الداخل وفي الخارج، انا مش عايز اقول بس الخارج بس، في الداخل وفي الخارج. الحمد لله يا امين بيه، المصريين دول ما لهمش كتالوج، مش كتب في العالم. خد بالك انت؟ ساعة لما البلد تكون في ازمه هتلاقي كل المصريين في الداخل وفي الخارج كل واقف ظهير. وقت الازمات بتظهر معادن الرجال يا فندم. جدا. واحنا كمصريين الوحيدين اللي احنا معادننا لمعه خالص، وهي معدن اصيل، لان احنا بلد 7000 سنه يا فندم. تمام يا فندم. تمام يا فندم. انا يمكن مجهودات كبيره جدا حضراتكم بتقوموا بيها، وانتوا حائط الصد الاولاني لمصر والمصريين، وانا مش عايز اقول لك وانا بكلم حضرتك يعني رسائل انهالت على يعني البرنامج بتشيد بالمجهودات الكبيره جدا اللي بتقوموا بيها، يعني ليكم فعلا كل الشكر والتقدير على هذه المجهودات يا باشمهندس اسماعيل. بفضل الله سبحانه وتعالى، وثم بيكم انتوا كاعلاميين، والحقيقه احنا لسه قدامنا مجال كتير كمان ان احنا نقف جنب بلدنا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. انا بشكر حضرتك يا فندم، وبتمنى لحضرتك التوفيق دايما، وانتوا واجهه مشرفه لمصر والمصريين، ولكم كل الشكر والتقدير يا فندم. شكرا ليك يا باشمهندس اسماعيل. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم.